إن العراق لا يستقر بوجود هذا النظام التابع لإيران وهذه الشخصيات الهزيلة اللي تقوده، وما ممكن أنه نجلس معاهم ونفكر في يوم من الأيام أنه نجلس معاهم لتسوية. ويا من تقعد ويا هادي العامري لو المالكي لو قيس لو عادل عبد المهدي، مستحيل تقدر تقعد ويا هذه الشخصيات. هذا النظام اللي موجود الآن سيزال في ثورة عراقية شاملة تقتلع هذا النظام بكل مفاصله ومخلفاته، ورح ينجبر المجتمع الدولي أن يقبل البديل العراقي الوطني اللي يحافظ على العراق ويحافظ على أمن المنطقة، لأن هذا النظام التابع لإيران أصبح عبء على المجتمع الدولي والمنطقة والجوار العراقي والمجتمع الدولي والعراقيين. بهذا النظام بالتعاون والشراكة مع إيران في السابق كان هناك زواج متعة دولي على أرض عراقية، وأنجبوا لنا هذا النظام المشوه بولادة غير شرعية. أما الآن النظام اللي موجود في العراق أصبح يهدد الأمن الدولي بدعمه لفصائل إرهابية عابرة للحدود، ويهدد مصالح الدول الكبرى، إضافة إلى تهديد الأمن الإقليمي وجوار العراق بشكل جدي وحقيقي. إذن النظام الموجود الآن هو نظام بدأت نهاياته وبوادر السقوط تتضح.